سطور الصحافة من بريس 23 أقدمها لكم أنا لامار أركندي. جولة سريعة لأهم ما تناقلته الصحف الدولية والعربية في عناوينها لهذا اليوم، والبداية للصحف الأجنبية. نصر الصايغ في السفير اللبنانية محذرا النهاية قادمة والبداية من دمشق. صالح سالم غمز في الحياة اللندنية بكاريزما أردوغان وعقدة أتاتورك المنقضية. عكاظ السعودية ترمزت بقلم عبد الرحمن التريري مقالها بالمطبخ السوري وبشار فوق البيعة. تحدث سالم الكتيبي في صحيفة العرب اللندنية عن إيران ومرتزقة الشيعة مؤامرات لا تنتهي. صنداي تلغراف الأسد بات يعتقد أنه في مأمن من الإطاحة به. الديلي تيليغراف عنونت مقالها لليوم دونالد ترامب يدعو لتمييز عرقي وسط خطة الجمهوريين لمنع ترشحهم. الغارديان مفندة خطة عزل روسيا لا تجدي والغرب بحاجة لخطة جديدة. واشنطن بوست اختطاف مقاتلين السوريين دربتهم واشنطن يمثل ضربة جديدة لبرنامج التدريب الأمريكي. متابعينا الأفاضل، نأتي إلى ختام جولتنا لهذا اليوم من سطور الصحافة من بريس 23. نشكركم على حسن المتابعة. أبقوا في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.